السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام. النهاردة هنشرح مقدمة في الذكاء الاصطناعي. إيه هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هو مجال في مجالات علم الحاسوب، يعني يعتبر تخصص من تخصصات الكمبيوتر ساينس. طبعا بيتخصص بإنشاء آلات ذكية زي الروبوتات وبرامج الذكاء الاصطناعي اللي قادرة إن هي تحاكي الذكاء البشري. الآلات دي ممكن تقوم بمهام بتتطلب ذكاء بشري، زي حل المشكلات واتخاذ قرارات والتعلم من التجربة. تاريخ الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي مجال بدأ في الخمسينات من القرن الماضي، لما ظهر مصطلح ال AI لأول مرة كان سنة 56. في البداية ركز في البحث في الذكاء الصناعي على تطوير برامج كمبيوتر ممكن تحل مهام معقدة اللي بتتطلب ذكاء بشري. وطبعا مع تطور التكنولوجيا الذكاء الصناعي أصبح أكثر تقدما، وأصبح قادر على أداء مهام أكثر تعقيدا، زي التعرف على الصور والتعرف على الصوت والترجمة الآلية وغيرها من التقنيات الأخرى. مجالات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عنده مجموعة واسعة من المجالات: مجال ال Natural Language Processing ال NLP، ومجال معالجة اللغة الطبيعية، وهو القدرة على فهم ومعالجة اللغة البشرية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي مثلا انت لما تيجي تخاطب الكمبيوتر عايز تتكلم معاه فتحس ان هو بيفهمك زي ما انت بتتكلم مع اي انسان وبيفهمك. فالكمبيوتر ما بيفهمش اللغة الطبيعية، يعني اللي هي لغة البشر العادية دي، ما يقدرش يفهم. تمام. في بعض المحادثات الذكيه اللي هي مثلا بتبقى زي ردود مسبقه، ان انت مثلا لو قلت له السلام عليكم هنخطب له رد مسبقا ان هو يقول لك وعليكم السلام. ده ما يعتبرش نموذج لمحادثات اللغه طبيعيه، يعني ما يعتبر ما فيهاش ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده يعني زي شات جي بي تي وزي بارد وغيرها من انظمه الذكاء الاصطناعي، بحيث انت ما تتكلم معاه يحس فعلا ان هو فاهم الكونتكست وفاهم السياق اللي انت بتديهوله فيبدا يرد عليك. هو ده الهدف من معالجة اللغة الطبيعية. طبعا المجال ده فضل يتطور على مدار 3 عقود، يعني تقريبا من الثمانينات. يعني عندنا مثلا مجال زي التي تي اس، اللي هو طبعا بتحويل النص إلى كلام. المجال ده عشان يقدر يطلع لغة طبيعية تقدر انت تسمعه وتحس ان هو كأنه فعلا الكمبيوتر بيتحدث عادي جدا، ده بيستخدم مجال معالجة اللغة الطبيعية. وطبعا مجال اللغة الطبيعية مهم جدا 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 لأجهزة الكمبيوتر عشان تقدر تفهم. يعني على سبيل المثال، انا دلوقتي عايز مثلا اعمل مشروع ان انا اخلي الكمبيوتر مثلا يفهم الاسئله والاجوبه، بحيث ان انا مديله سؤال فهو يفهمه ويرد عليا، مش مجرد ان هو بيبحث. يعني مش مثلا بكتب له ما هي عاصمه الولايات المتحده فبيقول لي واشنطن. لا، انا مش عايز كده. ده كده معناه ان انا بديله اجابه مسبقا. انا عايز اكون انا مش مديله اجابه مسبقا وهو يعرف لوحده، يعني يفهم السياق، يفهم السؤال ويجيب لي الاجابه. تمام. ده كده مجال معقد، فاللي هيقوم بيه ويحل المشكله هو مجال معالجه اللغه الطبيعيه والذكاء الاصطناعي. طيب ازاي ده بيحصل؟ دلوقتي انا بعمل حاجه من الاثنين. تمام. اول حاجه بعمل كلاسيفيكيشن، بعمل تصنيف للكويشن للسؤال اللي انا بديه للكمبيوتر. زي مثلا مثال بسيط، انا دلوقتي بقول له ايه؟ بقول له ذهب او قط الى الحديقه. ده كده عباره عن سياق كونتكست. فانا بساله على النص ده، بقول له مثلا ايه القط راح فين، او اين ذهب القط. طبعا عشان هو يقدر يجيب اجابه صحيحه هو لازم يكون فاهم السؤال، لان فاهم السؤال نص الاجابه. طبعا هو بيحدد التايب بتاع السؤال اللي هو نوع السؤال. طبعا انا عامل كلاسيفيكيشن مسبقا للاسئله، اسئله كتير عشان يقدر يحدد منها نوع السؤال ده، يعني بيدور الاجابه بتاعته عن ايه. فانا محدد السياق بتاع السؤال، بيقول مثلا ايه؟ بيقول اين مثلا ذهب القط. تمام. اين دي بتدل على لوكيشن او مكان. تمام. يبقى نوع السؤال كده التايب بتاعه ايه؟ مكان. كده فعلا عرفت السؤال بيسأل عن ايه. ببدأ انا بقى ادور في السياق بتاع الكونتكست ده على مكان. الحديقة تعتبر مكان، لوكيشن. تمام. فهيصنف كمان الكونتكست، بيصنف كمان كاي اي الموديل بيصنف ان كلمة الحديقة دي مكان. فمكان تطابق مع كلمة مكان يبقى الإجابة الحديقة. فبالتالي كده فعلا الكمبيوتر يقدر يفهم. نفس الكلام لو أنا بسأله عن كمية، يعني مثلا دلوقتي بقول له إيه؟ بقول له آه تبلغ على راتب محمد صلاح 50,000 دولار. تمام. فأنا جاي بسأل الكمبيوتر بقول له كم تبلغ ثروة محمد صلاح. هو هنا لما بقول له كم دي بتدل على إن أنا بسأل عن رقم،
فهو طبعا نوع السؤال رقم، فطبعا الموديل هيدور على ارقام، وطبعا في وظائف كتير فانكشن ممكن تعمل لك ده. فهو هيدور على ارقام موجوده في السياق، يعني او على الاقل حاجه بتشير للارقام. تمام. وفعلا هيطلع لي اجابه $50,000. كده فعلا الكمبيوتر قدر يفهمني وقدرت اديله السؤال، وفي نفس الوقت يقدر يطلع لي ايه الاجابه. ده ممكن يفيد في التعلم في كذا مجال، يعني كذا مجال كتير، مجالات كتير جدا يعني. تمام. طيب، وان شاء الله هنتطرق للحاجه دي بعدين وهنشرحها بتفاصيل اكتر. هنتكلم بعد كده عن الكمبيوتر فيجن. طيب، ايه الهدف من الكمبيوتر فيجن؟ انت دلوقتي الكمبيوتر يعتبر كفيف، يعني يعتبر زي ما يقول كده اعمى. الكمبيوتر ما بيقدرش يشوف. ففكره ان انت تخلي مثلا الكمبيوتر يتعرف على حاجه، لو سياره مثلا، او يتعرف على كمبيوتر، يتعرف على زجاجه، يتعرف على هاتف، ويقدر يديتكت ويقول ان ده مثلا ده هاتف، ده انسان، ده كذا. الكمبيوتر كمان ما كانش يعمل الكلام ده، فتم ابتكار مجال الكمبيوتر فيجن عشان يمكن الكمبيوتر من ان هو يعني ايه يشوف. حتى لو نلاحظ في السياق بتاع جذر العنوان نفسه، هنلاقي بيقول لك رؤية الكمبيوتر، معناه ان الكمبيوتر يرى، الكمبيوتر يشوف. طيب، طبعا ده بيشمل طبعا التعرف على الصور والفيديوهات وكل الكلام ده. طب هتقول لي ايه الميزة اللي انا ممكن استفيدها من مجال زي ده؟ دلوقتي مثلا لو في أنظمة كاميرات المراقبة، ممكن من أنظمة كاميرات المراقبة نعرف في كام شخص دخل مكان معين، ونقدر نعرف كام قط دخل المكان، بنحدد ان ده كات، نعرف ان كده في كات دخل. مش محتاج بقى انا اتابع مثلا يوم كامل لكاميرا المراقبة عشان احدد حاجة بتفاصيلها. ممكن من عن طريق النظام زي ده، هو كده كده بيسجل لي كل الاشخاص المسجلين في الحاجة، وبيتخزن في قاعدة البيانات، فانا ممكن اراجعها عادي واعرف بسرعة كده، وبيسهل عليا الوصول للمعلومة، فاقدر اعرف فيه كام حد دخل المكان. فطبعا دي حاجه مهمه جدا جدا. هو ممكن يديك انذار لما يجي يتعرف مثلا ان في انسان دخل المكان، فبالتالي هو بيحذرك، فبالتالي انت بتحافظ على اشياء. طيب، وطبعا ده طبعا بيدخل في مجالات كتير جدا يعني. طيب، بعد كده عندنا تعلم الآلة. تعلم الآلة ده اللي هو بنستفيد احنا من البيانات. تمام. بنستفيد من البيانات دي، وطبعا ممكن نستخدمها في مجموعه متنوعه من التطبيقات زي التسويق والتوصيات والتنبؤ. الحته دي هنشرحها بنوع كده من التعمق شويه على السريع. ايه الهدف من الذكاء الاصطناعي عموما؟ الهدف منه هو البريدكشن او التنبؤ، زي مثلا التنبؤ بالطقس وما الى ذلك. طيب، ممكن نقول مثال بسيط. دلوقتي مثلا انت عندك شات جي بي تي، لما بتحس كده ان هو بيكلمك بتحس ان هو كانه بيفهمك. شات جي بي تي معتمد على ان هو يتنبأ بالكلمه التاليه. يعني مثلا لو انا قلت له ايه، قلت له مثلا جوجل شركه، فهو ممكن يكمل الجملة من عن طريق ان هو عارف ان جوجل دي اسم بلير عربي، وان هو ممكن تكون مثلا شركة امريكية. فكونه يتعرف ان الكلمة دي اعجمية، ممكن يتنبأ ان الكلمة القادمة مثلا جوجل شركة امريكية. تمام. وطبعا كل ما بتديله مزيد من السياق او التفاصيل، كل ما بيقدر يتنبأ بالكلمة القادمة بشكل صحيح. وطبعا بيستخدم حاجة زي كده، بتستخدم طبعا حاجات مجال كتير جدا زي خوارزميات مثلا النيجرام. وطبعا كمان بيستخدم كمان مشاريع تضمين الكلمات، وهو بيتم استخدام بيانات المعرفة العالمية عشان يقدر يعرف أي حاجة. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني إيه تضمين الكلمات، أو سياق الكونتكست إزاي أقدر أتعرف عليه. تضمين الكلمات ده زي مثلا كلمة ملك، ملكة، ذكر وأنثى، كمبيوتر، هاتف، ماوس، يعني كل الأجهزة الإلكترونية بتشمل تحت قاعدة واحدة في المعرفة العالمية، فيها ما بينها تشابه. فده يعتبر تضمين للكلمات. زي كلمة مثلا بطاطس، طماطم، بصل، كل الكلمات دي بتقع يعني متقاربة ببعضها في السياق. تمام. فبالتالي لما الهدف من المشروع ده ان انا لما اديه للاي اي او للنموذج، بيقوي المعرفه بتاعته اكتر، فيقدر يربط كل الكائنات دي ببعضها في السياق عشان يقدر يفهم مضمون السياق ويستخرج المفهوم الاساسي. طيب، عندنا بعد كده كمان الروبوتات. ودي اكيد كلنا شفنا الروبوتات، يعني كانت مجرد خيال علمي واصبح دلوقتي واقع، وادينا بنشوفه حوالينا. حتى لما بتقلب كده في فيديوهات السوشيال ميديا بتقدر تشوف مجموعه من الروبوتات. وطبعا وصل الروبوتات للتقدم ده الهائل طبعا هو مجال الذكاء الاصطناعي. طيب، بعد كده عندنا تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ايه الجودة اللي ممكن نستفيد منها؟ ايه الهدف او الضرورة من وجوده؟ الضرورة من وجوده فكرة التصنيع.
ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي في التصنيع لتحسين الانتاج والجوده. بمعنى ان ممكن الروبوت طبعا زي ما احنا اتفقنا اتكلمنا من شويه، اتكلمنا عن الكمبيوتر فيجن. ازاي الروبوت اصلا هيقدر يعرف ان في مثلا بضاعه قدامه عشان يقدر يرتبها وينظمها، وهو اصلا ما بيشوفش؟ فبالتالي احنا كنا لازم نخليه يشوف ونبتكر نظام الكمبيوتر فيجن عشان نقدر نخلي الكمبيوتر يشوف. بالتالي هنقدر فعلا نصنع لانه فعلا بيشوف. فاذا في لينكينج ما بين في ربط ما بين كل الخدمات دي، وانها بتكمل بعضها. عندنا بعد كده التسويق. ممكن الذكاء الاصطناعي يقوم بفهم سلوك العملاء، وممكن يعمل عروض أكثر فعالية وأحسن كمان من الإنسان. بعد كده عندنا مجال النقل. ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي في النقل لتحسين السلامة وكفاءة النقل. يعني إيه الكلام ده؟ في دلوقتي سيارات ذاتية القيادة. السيارات ذاتية القيادة دي اللي خلاها بتسوق بشكل احترافي، قلنا برضو من شوية إن لازم نستخدم الكمبيوتر فيجن. العربية عشان تقدر تتساق لوحدها من غير ما تحتاج إنسان، لازم يكون الكمبيوتر بيفهم، لازم يكون بيشوف كمان، يعني لازم أن يكون بيشوف قدامه. وطبعا ده هنضطر نستخدم مجال الكمبيوتر فيجن في حاجة زي دي. ما لو ما شافش ازاي هيقدر يسوق؟ فاذا ده بيتطلب ضرورة وجود مجال زي ده. طيب، عندنا بعد كده الخدمات المالية. ممكن نحسن الخدمات المالية، تمام. ممكن نكتشف مثلا عمليات الاختراق والحاجات اللي زي كده، ونحافظ على مصادر البنوك. طيب، مستقبل الذكاء الاصطناعي. بنتوقع ان الذكاء الاصطناعي هيستمر في التطور خلال السنوات الجاية، وانه هيكون ليه تأثير كبير على العالم. وطبعا ده هيروح في شكل هادف جدا. ومن المتوقع كمان ان الذكاء الاصطناعي هيحل محل العديد من الوظائف كتير جدا. يعني ممكن نقول من دلوقتي حاليا بكل ثقة، يعني ممكن نقول 100% كمان، بنسبة 100%، الذكاء الاصطناعي أصبح عنده قدرة دقيقة يعني تقترب من 100% في الترجمة الآلية. عندنا ترجمة جوجل استخدمت الشبكات العصبية نيورال نتورك سنة 2015، ومع ذلك برضو كان عندها نوع من بتحس انها بتترجم حرفي، يعني بتحس ان برضو السياق بيترجم خاطئ. يعني في بعض الجمل ممكن تديها له فهي يترجمها بشكل خاطئ. وطبعا طب هو دلوقتي جوجل كان بيستخدم ايه قبل ما تستخدم الشبكات العصبيه؟ ازاي كانوا بيترجموا الترجمه بشكل قبل استخدام الشبكات العصبيه؟ كان بيستخدموا حاجه اسمها الترجمه الاحصائيه، تمام. بفكره ان انا بحط مثلا جمله انجليزي ناحيه الشمال وجمله عربي ناحيه اليمين. مثلا كلمه اهلا بالعالم بحطها ناحيه اليمين وبقولها للورلد ناحيه الشمال. وطبعا بعد كده بالترجمه الاحصائيه دي بتقدر الخوارزميه تتوقع، يعني مثلا كلمه مثلا اهلا دي ناحيه اليمين، يبقى دي بتساوي ناحيه الشمال كلمه مثلا هلو، يبقى ناحيه اليمين كلمه مثلا وورلد، ناحيه الشمال في العربي هتبقى العالم. حاجه زي كده مشابهه كده. فبالتالي انت بقى لو اديت له جمل كبيره جدا هو يقدر يحدد الكلمه ويتنبأ الكلمه دي في السياق العربي هي موجوده في أي كلمه في السياق الانجليش، ويبدا طبعا يعني يجتزئها، بيعمل لها اكسبورت اوتو، وبعد كده بيدمجها في هيئه جمله متكامله. طيب، آه، طبعا عندنا بعد كده لغه البايثون. طيب، طبعا احنا بنيجي نبرمج انظمه الذكاء الاصطناعي هنستخدم لغه البايثون. لغه البايثون هتساعدنا في ان احنا ننجز شغلنا اسرع. كمان هي لغه سهله وجميله وبيتبرمج بيها مواقع الويب وبرامج كتير جدا، لكن احنا هنحتاجها في الذكاء الاصطناعي لسهولتها وتوافر المكتبات اللي ممكن تخليك تنجز مشروعك في اسرع وقت ممكن. طيب، بايثون بتستخدم كمان لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ومتوفر لها مكتبات زي ما قلنا. يعني في مكتبات كتيرة جدا 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 ممكن انت تستفيد منها، وهنعرفها ان شاء الله في خلال الفترات القادمة لانها هنشتغل عليها، فهتقدر تلم بيها اكتر. طيب، تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. عايز اشرح الجزئية دي مهمة جدا جدا جدا. الذكاء الاصطناعي كل ما انت بتعلمه وتدربه اكتر، كل ما الدقة بتاعته بترتفع. بمعنى ايه؟ يعني مثلا دلوقتي انت عندك وليكن في نظام تعرف على الوجه، تمام، او التعرف على الصوت. انا عملت نظام مثلا التعرف على الصوت عشان مثلا يفتح باب السيارة بالصوت فيعرف، او يفتح الهاتف بصوت يعرف ان الشخص ده هو المتحدث فيفتح الموبايل بتاعه. طيب، عشان يقدر يفتحه هو محتاج نوع من الدقة. الدقة دي مهمة جدا جدا عشان ما يبقاش في نوع من زي ما بنسميه كده هلوسة الذكاء الاصطناعي. فعشان يقدر يفتح الهاتف بتاعك ويتعرف على الصوت لازم ادربه كتير. كل ما ادربه اكتر على البيانات، انا هنا بعدل في الاوزان بتاعه النموذج. يعني ايه بعدل في اوزان النموذج؟ دلوقتي انت لو جيت سمعت مثلا عن شات جي بي تي، بيقول لك ان شات جي بي تي بيقول لك ان هو نموذج لغوي ضخم. انت من غير ما تسمع كلمه نموذج لغوي ضخم دي هتفتكر ان هو وحش وعنده بيانات كتير جدا جدا جدا، وبالتالي اكيد حجمه كبير. لا بالعكس، افاجئك ان حجمه ملوش علاقه بالبيانات الضخمه. ده هو بيتدرب على البيانات الضخمة عشان يعدل الأوزان بتاعته. بمعنى لو أنا عندي مثلا من ترتيب من رقم 1 2 3 4 5،
الخمس ارقام دول لو انا عملتهم حطيتهم في ملف تكست، لو انا عدت ترتيبهم كذا مره، هل ده يعني ان حجمهم مثلا هيزيد او هيقل؟ لا، حجمهم هيفضل زي ما هو. انت ممكن تجرب التجربه دي، تعمل على الديسكتوب نيو فايل، وبعد ما تعمل النيو فايل ده هتكتب في قلبيه من 1 ل5، وبعد كده تجرب. دلوقتي لو انت حطيت رقم 4 مطرح رقم 5، هل ده معناه ان حجم الملف هيزيد او هيقل؟ لا طبعا. اللي بيعملوا تدريب النموذج الذكاء الاصطناعي على بيانات ضخمة كتير جدا، ولا بيزود حجمه ولا بيقل حجمه. هو الهدف من التدريب على البيانات الكتير قوي ده ان هو بيعدل الاوزان بتاعته. طب ايه الهدف من تعديل الاوزان؟ الهدف من تعديل الاوزان ان هو وضعها على السياق الصحيح اللي يقدر يرتبها بشكل معين. الشكل المعين ده بينتج عنه دقة كويسة جدا 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 في كفاءة النموذج. فهمت كده؟ فبالتالي لما انت تسمع كلمة نموذج لغوي ضخم ما تعتقدش ان هو حجمه بيزيد بتدريبه على البيانات او حجمه بيقل، بل بالعكس، هو بيكون حجمه ثابت زي ما هو. لكن اللي بيحصل بس ان الويتس او الاوزان هي بس اللي بتتعد. طبعا كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا، واتكلمنا عن تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، وعرفنا كبداية كده ايه كل الحاجات المهمة اللي احنا ممكن نحتاجها في الذكاء الاصطناعي. وطبعا لو احتجت اي تفاصيل راسلنا على الايميل. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.